احنا عايزين ايه في الصيف غير ايس كريم سهل وبسيط وساقع كده ويرطب على القلب وكريم وحاجه مفيش بعد كده. هنعمله النهارده مع بعض ايس كريم مانجا في البيت تحفه، بطريقه بسيطه وما شاء الله طلع الكميه دي كلها. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ويلا بينا. هتجيبي الكبه بتاعتك وهتنزلي كده بقطع المانجا، ده كان حوالي كيلو من قطع المانجا. كانت ما شاء الله مانجا كبيره وقطعتها ودخلتها الفريزر، هي تقريبا حوالي كيلو من قطع المانجا. اهم حاجه تكون متلجه، هنزل عليها بمعلقتين من كريم شانتيه وكمان علبه زبادي صغيره ومعلقه كبيره من العسل الابيض، ممكن تستبدليها بمعلقه كبيره من السكر البودر مفيش اي مشكله. واضربي الكلام الحلو ده كده لحد ما يبقى كريمي معاكي ويبقى بالقوام ده كده، مفيش في اي تكتلات خالص للمانجا. شايفه؟ احلى ايس كريم واسرع ايس كريم ممكن تعمليه، تحفه. علبه بقى او قوالب ايس كريم ايه الموجود عندك والمتاح عندك، انزلي بخليط الايس كريم بتاعك فيه. انا بقى ضفت حاجه بسيطه كده، شويه من قطع المانجا نزلت بيهم في خليط الايس كريم بيبقى تحفه. جربيه بس كده. نزلت كده بكام قطعه من اللي كانوا باقيين يعني من المانجا، وهقلبهم وهغطيها بقى بستريتش راب او اكياس حفظ الاكل دي، وهدخلها الفريزر لحد ما تتماسك معايا. انا سبتها ليله كامله بصراحه، وتاني يوم كانت معايا بالشكل ده كده. احلى واسرع ايس كريم مانجا ممكن تعمليه، تحفه. طعم حكايه وموفر وما شاء الله عملنا كميه كبيره، يعني تكلفتها مش قد ما بنشتريها من بره. واحنا في الصيف مش عاوزين احسن من كده. احلى بولة ايس كريم ممكن تعملها في البيت. استناكم بقى تجربوها تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وقبل اي حاجه من نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ولايك وشير وكومنت حلو زي كده يا قمر لو الفيديوهات بتاعتي عجبتكم.